ازاي جماعة بعباءة دينية انتهت بصراع في الحكم، وازاي ناس كانت شايفة نفسها بتطبق الدين اتهمتها ناس كتير انها شوهت صورته. قصة الاخوان المسلمين او المتأسلمين او الارهابيين مش مجرد تاريخ، دي حكاية صراع على السلطة من اول يوم. نرجع بقى للبداية سنة 28 1928 ظهر اسم حسن البنا في الاسماعيلية، وقرر يأسس جماعة قال إنها هدفها إصلاح المجتمع بالدين. في الأول كانت دعوة دروس وشغل اجتماعي، بس مع الوقت الجماعات ديت بدأت تكبر وتنظم نفسها بشكل أقوى لدرجة إنها بقت عندها جناح سري. وهنا بدأت الأسئلة، هل دي جماعة دعوية ولا تنظيم بيسعى للقوة؟ دخلنا على مرحلة أخطر وهي الصدام مع الدولة، خصوصا في فترة الملكية، ووصلت الأمور لاغتيالات سياسية وأحداث عنف خلت اسم الجماعة يتربط بالسياسة بشكل مباشر وبشكل واضح. بعد كده جه عهد جمال عبد الناصر، وفي البداية كان في تقارب، لكن بسرعة تحول لصراع كبير جدا، محاولة اغتيال جمال عبد الناصر سنة 1954. دي كانت نقطة فاصلة في تاريخ الإخوان المجرمين، وبعدها الدولة ضربت الجماعة وتم سجن الآلاف وإنهاء وجودهم العلني تقريبا. لكن القصة ما انتهتش في عهد جمال عبد الناصر، حصل نوع من الانفتاح وخرجت الجماعة تاني للمشهد، لكن بشكل غير رسمي. بدأوا يرجعوا بالتدريج في الجامعات، في النقابات، في المجتمعات، لحد ما وصلنا لنقطة التحول الكبيرة سنة 2011. الجامعات دي شافت إنها الفرصة جت ودخلت بقوة في السياسة لحد ما وصلوا للحكم لأول مرة في تاريخهم. لكن هنا بدأت الأزمة الحقيقية، في ناس شافت إنهم أخيرا وصلوا، وناس تانية شافت إنهم بيحاولوا يسيطروا على كل حاجة. اتهامات بمحاولة أخوانة الدولة، ودي مش اتهامات، احنا كلنا شفنا الكلام ده، شفنا المؤسسات بتتأخون بالفعل، شفنا حاجات بتتأخون، شفنا هم كان رد فعلهم ايه مع الناس، كانوا بيقولوا هندوس عليكم بالجزم، وده احنا شفناه كان كلام واضح بالنسبه لهم. في قرارات كانت مثيره للجدل وانقسام كبير جدا في الشارع المصري، لحد ما حصلت اللحظه الفاصله اللي هي 30 يونيو. ملايين نزلت الشوارع، والجيش دخل بقياده اسمها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتم عزل الحكم، وبعدها الدوله اعلنت تصنيف الجماعه كتنظيم ارهابي. ومن ساعتها المشهد اتقفل تقريبا داخل مصر، بس الجدل لسه موجود. بس كجماعه اخوان مسلمين ما لهمش كلمه، ما لهمش وجود على الارض، لكن دايما بيحاربوا الدوله دي، عايزين يخلوا الدوله تفشل باي طريقه ايا كانت هي. مش مهم الدوله، مش مهم اي حاجه، هم عندهم اهم حاجه كرسي الحكم، واهم حاجه ينفذوا اتجاهاتهم وبس. في ناس شايفه ان الاخوان دي كانوا مشروع ديني يتحول لسياسي في البدايه، وناس شايفه انهم كانوا خطر من البدايه. والسؤال الحقيقي مش بس عن الماضي، حتى لما مسكوا كرسي الحكم لمده سنه دمروا الدوله في سنه واحده، ما بالك بقى لو كانوا قعدوا معانا 5 سنين مثلا، كان ايه اللي هيحصل لنا اكتر من كده؟ الاقتصاد المصري اتدمر، بطاله، فساد. الحاجات اللي حصلت لمصر في الفتره دي ما حصلت لهاش من زمن طويل، لكن حصلت في سنه بسبب تنظيم ارهابي زي ده. الخلاصه بقى، هل الاخوان دول كانوا فعلا جماعه دعوات واتغيرت مع الوقت، ولا كانوا من البدايه بيسعوا للحكم تحت غطاء الدين؟ قولنا رايك في الكومنتات، فعل الجرس، والله المستعان، وتحيا مصر.